وهذا دبل ايس كرك. تفضل. حبايبنا اللزم، انا زي كثير منكم بحب شاي الكرك. في الشتاء لا استغني ابدا يوميا عن شاي الكرك. اليوم بما انه طلعنا من الشتاء ودخلنا في الصيف، المشكله انه شوب، فايش بدنا نعمل فيه؟ العافيه بهاء، كيفك؟ خذ لي هذه، اخلط لي 4 انواع شاي. الشاي الكرك بيحكوا عنه كرك، بيحكوا عنه مسالة تي، وطبعا في اليمن موجود كمان الشاي اليمني العدني. كلهم تقريبا نفس الشيء، عباره عن شاي وبهارات وحليب. اول شيء الشاي زي ما عملنا هنا، بدي اخلط 4-5 انواع شاي عشان اضمن انه ولا واحد فيهم يمرر، ولا واحد فيهم يسود زياده عن اللزوم، ولا واحد فيهم يكون طعمه مش مزبوط. بدنا نعمل 5 كيلو، نزل 10 جرام شاي في 5 50. هيل 8 جرام، 8 في 45. إذا طحنت الهيل ناعم مثلا أو حتى طحنته على المطحنة خشن شوي، القشرة كل ما انفرمت كل ما دابت فعلت مع المية وطلعت مررتها. فأنا بس بدي إيش؟ بدي أكسرها كسر بس عشان ينفتح البود ويطلع لجوا. قرفة 2 جرام في 5 ب 10 جرام، خليه 5 جرام بس. أنا بدي أعدل الوصفة. 5 جرام ستار أنيس اللي هو ينسون النجمة، هي واحدة 2 5 جرام. وبدي شومر حط 5 جرام. قرنفل بدي 3 جرام بس. فلفل اسود حب. كثير دول اسيويه بحطوا فلفل اسود بيديك هيك بسموها كيك في اسفل الحلق، حراره هيك زاكيه. 1 أو 2 جرام. 2 جرام بكفي. اعطيني المقلايه، هاي البهارات كلها. هات لي فخار ومدقه، هذا اللي بدي اياه. البهارات كلها صارت جاهزه. طلعوا كميه الهيل قديش، هذه كميه الهيل المطلوبه، والبهارات الثانيه قليله جدا وممكن بدونها. بدي فريش جينجر، بدي اخذ بس هاي. حمس لها هدول على النار، بس تبدا تطلع ريحتهم ويدخنوا بتوقف. هذا بريق الشاي بياخذ 5 لتر. بدي لكل لتر ميه 100 جرام سكر، على الخمسه بدي 500 جرام. راحوا في البريق الشاي. هذا بتستعملوش؟ لا بستعمله، بس في 2 ضبيات يعني عادي بستخدم واحد منهم بس شويه عشان تو جيت ستارتد، يعني قبل ما الميه تغلي. ايش اخبارك؟ معلش ناخذ صوره معك؟ كيف حالك؟ نور؟ يلا هيني جاي. عينيا لك. يلا يلا صورني معها. يلا هاي فايف. شكرا لك. ايش؟ نعم. سلم ايديك. يا سلام. هذه اختياري بس انا بحبها نص القطعه اللي اخترتها كمان، يعني 10-15 جرام. لازم يغلي كل اشي مع بعضه بين ال5 وال10 دقائق. لكل لتر ميه بدي 80 جرام حليب مبخر، مش بديل الحليب المبخر ولا الحليب المكثف، بالانجليزي evaporated milk مش condensed. بفتح الشاي، بجيب الزعفرانات بضيفهم زي هيك وبضيف الحليب. باخذ شوية شاي بليحها زي هيك وبنزلها لغاية ما يعطيني هذا اللون الذهبي. يا سلام، هذا هو اللون الذهبي المميز والعيار المثالي للشاي الكرك. ولكن ما خلصناش طبعا. شاي الكرك لازم تطلع الرغوة اللي فيه. هذه الوصفة الشتوية التي تدفئ القلب. احنا اليوم القلب دافئ وجاهز بالشوب اللي احنا مش عارفين نعيش فيه هذا، فبدنا اشي يبرد القلب. بدي اعمل ايست كرك. بدنا نعبي هدول مش ثلج، مية، بدنا نعبيهم شاي كرك. موجود على العافيه. الله يعافيك معلم. بدي شاي كرك وايس كرك ودبل ايس كرك وتيك اواي كرك. شويش بشويش. هاي كرك، هذا ايس كرك، وهذا دبل ايس كرك. تفضل للبيت. خذ. يا سلام حبايبنا اللزم.